التسجيل كان بيوضح ان كابتن احمد الحبشي كان بيقول للبطوطي ان هو رايح الحمام، وخرج الحبشي وبعد ثواني البطوطي لوحده في الكابينة وقال الجملة اللي غيرت التاريخ: توكلت على الله. الطيارة ابتدت تنزل بسرعة رهيبة والمحركات اتطفت يدويا، والصوت كان بيبين ان البطوطي كان بيتكلم بهدوء وان هو في سلام غريب وسط الكارثة دي كلها. وبعدين بيرجع الكابتن الحبشي وصوته باين في التسجيل وهو بيصرخ وبيقول: ايه اللي بتعمله يا جميل؟ بس ما كانش فيه رد واضح، وبعدها التسجيل بيتقطع على صوت سكوت وصمت واضح. وهنا بقى المجلس الوطني الامريكي لسلامة النقل حلل التسجيل ده وقال ان البطوطي هو اللي كان ماسك التحكم، وان هو دخل الطيارة بغطس متعمد، يعني من الاخر عملية استشهادية. بس الجانب المصري رفض الاتهام ده تماما، وقال ان البطوطي راجل متدين ومحترم، وانه كان راجع مصر عشان يتكرم ومستحيل ان هو يعمل كده. وقالوا انه ممكن يكون حصل عطل مفاجئ في نظام الذيل زي ما حصل قبل كده في طيارات بوينج تانية. ويوم 24 نوفمبر سنة 1999 ظهر التقرير الأمريكي الأول وقال إن البطوطي قال جملة توكلت على الله 11 مرة، وده طبعا خلى الإعلام الأمريكي إن هو يصورها إن دي عملية استشهادية.